الكافيين فيها عاليه جدا وعايز يشربها قبل تمرينه الجيم بتاعته. فالمهم قلت له بس كده عايز سعرها يكون حلو كمان، فتعالى يا عم الحاج ناخد ايه 200 جرام من البن الهندي الروبستا نظبط بهم قوام القهوه، وفي نفس الوقت يقللوا كوست التكلفه. 100 جرام من البن الاندونيسي لانه كان عايزها في نفس الوقت تكون طعمها شبه طعم القهوه المصريه بتاعتنا، فاديته 100 جرام من البن الاندونيسي. كده خدنا 300 جرام. هنروح لاخوك الفيتنامي نظبط بهم الوش اكتر، هناخد 50 جرام من البن الفيتنامي نظبط الوش. تعالى بقى عايزين الطعم، هناخد الطعم من البرازيلي، هناخد 100 جرام من البن البرازيلي الفاتح. المهم البرازيلي هيظبط الكريمه والطعم، وهناخد الكافيين من اخوك الكولومبي هندي لها ايه 100 جرام من البن الكولومبي. ظبطنا الكافيين والريحه والطعم وكل حاجه في التوليفه. تعالى نحوجها. 10 جرام من بذور الحبان، 10 جرام من الحبان الحصى، عودين من القرنفل، واحده من جوز الطيب. وفي نفس الوقت عشان طبعا هو عايز يتمرن بيها هنديله عودين من الجينسنج صغننين جدا هيديله طاقه وباور قبل التمرين. كده احنا عملنا التوليفه. تعالى بقى يا معلم نقلب توليفتنا وننزل بيها في المطحنه، وبجد الحته قلبت المحل. وكالعاده لو انت ما تعرفنيش فانا على فوده بقدم محتوى عن القهوه.